السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تشوفوا معايا ان شاء الله اليوم هذا الاسم، هذا صباح اللي مكتوب بغرزة الحشو مع الطرز البرازيلي. غادي نبداو ان شاء الله كما بدات معنا السيده. هذا التطبيق ديالها بدات معنا بالرشمه، هي الاولى رشماتها، ومن بعد بدات كتكادري لينا الاسم ديالها بغرزة الفرع كما كتشوفوا معنا هنا في الصوره واضحه، ومن بعد دارت عمرات بغرزة الحشو كما كتشوفوا، جات واضحه كذلك في الصوره. غرزة الحشو عمرت بها الاسم كامل بالخيط العادي اللي كنخيطوا به ديال الخياطه، ممكن حتى بالحرير. ومن بعد دازت الورده ديالنا غرزة العنكبوت اللي ديجا وريتها لكم في الفيديو، راها كاينه مع الدروس. ودازت الورده الثانيه كذلك تعمرها تهبوت بنفس اللون ديال الاسم. هي اختارت انها دير نفس اللون ديال الاسم الاحمر، فممكن انكم نتوما تبدعوا وديروا الاختيار اللي بغيتو. وتحولت هنا كما كتشوفوا، دارت هاد الورده منفوخه، يعني دارت واحد البريد في العرض ديال الورقه، وبدات كتطلع البرة يعني، وتخلي الخيط يجي فوق هذاك البريد، وتكمل الورده بنفس الطريقه من الاول حتى الاخر. يعني طلع البرة وفوق هذاك البريد كتدوز الخيط ديالها وكتمشي يعني باتجاه قلب الورده حتى كملت الورده ديالها كامله وجات منفوخه كما تشوف في الصوره. وكذلك دارت الغرزه الفرنسيه، ودارت الوريقات ديالها عاديين بغرزه الحشو، وتبارك الله ما شاء الله ناسقات الالوان وكانوا لوينات زوينين، ومع الخدمه حتى هي كانت متقونه جدا، تبارك الله ما شاء الله عليها. وان شاء الله ما تكونوا حتى نتوما ان شاء الله ديروا نفس التطبيق باي اسم نتوما بغيتو او عزيز عليكم. ممكن ديروه في الوساده في البيت نعاس ديال بنياتكم ديالكم نتوما، ممكن كذلك ديروه في الوزره المدرسيه لبنياتكم. ممكن كذلك في البيسه مثلا بغيتو شي زياده، يلا تزادوا بغيتو ديروا ليه شي هديه ولا شي كادو تديوها لماماه، ديروا ليه الاسم ديالو في هذيك البيسه وتديوها هديه، اولا في ليزار عطا الله، اولا في المرمى، غير في المرمى وتخليها وتعلقيها في الحيط بحال الطابلو. يعني ممكن ديروا اي اسم او اي دعاء او اي ايه قرانيه يعني زوينه ما شاء الله. واش حتى الاسم يقدر يولي تحفه فنيه؟ هادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله. شوفوا معايا كيفاش المتدربه طردات اسم مديحه بالطرز البرازيلي، والنتيجه غادي تعجبكم اكيد. بسم الله وعلى بركه الله. غادي نبداو باول خطوه اللي هي كناخذوا الاسم اللي هو هنايا مديحه، وكنديروه كامل كنونكادريوه بغرزه الفرع. بالنسبه لاي غرزه كنهضر عليها في هذا الفيديو فراه كاين الدرس ديالها في القناه. من بعد كنعمروه كامل عاوتاني بغرزه الفرع كذلك، ومن بعد من فوق غرزه الفرع كنديروا غرزه الحشو كما كتشوفوا. علاش كنديروا جوج غرز؟ باش يجي الاسم منفوخ، يعني بحال هكا على هذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره، الاسم كامل منفوخ. من بعد كننتقلوا الى مرحله الورود او الطرز البرازيلي. الورده على شكل غرزه العنكبوت، كنديروا بها الوردات كاملين كما كتشوفوا. راها سهله، هما 5 الخطوطه، وكنبقاو ندخلوا الابره تحت خط ونطلعوا فوق خط الموالي ونهبطوا عاوتاني تحت الخط. دائما كنخليو خط ندخلوا وسطو وخط ما ندخلوش وسطو حتى كنكملوا هذيك الورده البرازيليه. ومن بعد كنديروا الورقات ديالنا كما كتشوفوا معايا في الصوره. وحده الورقات كما كتشوفوا درنا الغرزه الفرنسيه اللي هي على شكل نقيطات باللون الاصفر، وكذلك البريد على شكل دويدات حدا الورقه كما كتشوفوا راه هما باللون الاصفر. وكنكملوا الرسمه ديالنا كالعاده بالالوان يكونوا زوينين وباهيين. عاودنا زدنا هنايا الغرزه الفرنسيه في اللون البرتقالي واللون الوردي غوز فوشيا. وشوفوا معايا الفيديو كيوضح لكم ذلك بوضوح اكثر كما كتشوفوا.
جات لوحة فنية، من اسم الى لوحة فنية رائعة، وحتى الالوان اللي اختارت كانوا زوينين، فتبارك الله على المتدربة. ونتمنى ان شاء الله اي وحده شافت هذا الفيديو يجيها واحد الحماس وتبغي حتى هي دير بحاله. فراه المراحل كتشرح كل شيء، حتى شي حاجه ما صعيبه. كان شي تساؤل ما عرفتوش او لي ديتاي نكون نفوت شي ديتاي ما وقفتش عنده، كنتمنى تسمحوا لي، ولكن تنبهوني في التعليق او تسولوني عليه وغادي نجاوب اي وحده سولاتني. تبارك الله كما كتشوفوا هنايا المرمى حطات على ثوب ابيض باش تبان مزيان، يبان الاسم، تبان الخدمه او التطريز البرازيلي، كلشي واضح كلشي واضح. الالوان اللي دارت ممكن ديروا شحال ما بغيتو ديال الالوان، شحال ما بغيتو اللي عندكم ديروه. تبارك الله وبالتوفيق. على هاد الرسمه هذه اللي دارتها واحد المتدربه معنا في الجروب. تبارك الله رائعه، رسمه رائعه والوان جميله. فكما كنشوفوا هنايا البدايه كانت من انها ترسم على او ترسم على الثوب الاسم، ومن بعد هنا كما كتشوفوا دارت الكادر هنايا بغرزه الفرع، ومن بعد كنمشيو نديرو غرزه الحشو كنعمروا بها الرسمه ديالنا. بالنسبه للخيط البنات هذا هو اللي استعملاته المتدربه، لاننا عارفه اون فوا البنات كيشوفوا شي رسمه مخدومه فاول حاجه كيسولوا عليها اللي هي شناهي، كثير انتباههم وفضولهم اللي هو شنو هو نوعيه الخيط اللي خدمتي به. فكان الجواب هو هذا كالاتي: هذا الاحمر اللي في الوسط هو اللي خدمات به. ممكن انكم بالضروره زعما هذا الرسمه هذه ديال الطرز البرازيلي او طرز الاسماء كيتخدم بالخيط العادي هذاك اللي كنشريوه ديال 2 دراهم البوبينه اللي كنخدموا بها نخيطوا بها الحوايج العادي جدا. او ممكن الحرير، ممكن حتى الحرير ديريه على 4 شعرات تبرميه غير واحد شويه غير باش ما يبقاش يتحل، وديريه هاد الرسمه كامله. يعني لكم واسعه للنظر. ممكن الدمسي، الناس اللي كيشريو الدمسي وكيخدموا به واللي بغات تجرب الدمسي راه هو احسن واحد في هادشي كامل. ندوزو المرحله الثانيه معكم. فكما كتشوفوا معايا هادو هما الوردات اللي خدمناهم. هذا هو الطرز البرازيلي كما قلت لكم، واختارت الاخت انها دير الاحمر مع الاخضر فاتح، كان اختيارها جميل جدا. بالنسبه للاسم ديالها من بعد ما عمراته كامل بغرزه الحشو فرا دارت الاطار كما كتشوفوا هنا راه واضح. اطار الاسم دارته بالغرزه الخلفيه، يعني فينات الخدمه ديالها مزيان. وكانت هذه هي النتيجه. والوريدات دارت فيهم الجوهر في الدوغي في الذهبي. فكان العمل ديالها جيد جدا، يعني احسن من رائع. تبارك الله على الذوق ديالها، وتبارك الله على الاتقان ديالها في الخدمه ديالها. نعاود نذكركم ان هاد البنت اللي خدمات هادشي فراه بدات معنا من الصفر. يعني شي واحد اللي كيخاف من الابره ويقول لك عمرني ما خدمت، فحيدوا هذاك الخوف او التخوف اللي فيكم. راه هاد البنت هذه بدات من الصفر معنا، وشوفوا النتيجه اللي وصلت لها. تبارك الله عليها، برافو. صراحه التطبيق ديالها عجبني بزاف وفرحني، وما شاء الله عليها، يعني تفوقات في العمل ديالها وتبارك الله. والله يوفق لجميع البنات، وخليوا ليها رايكم في التعليقات.